الاهلي يا جماعه عامل حرقان جامد قوي للزمالك وللزملكاويه. كهربا عامل حرقان جامد قوي للزمالك والزملكاويه. بالله عليك اللي عاجبك الفيديو ما تبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما ابدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النادي الاهلي يا جماعه يعني في حته ثانيه، عامل حرقان وحرقان قوي. الزملكاويه ما بيعرفش يعوضه، ما القعده بتتعب من الحرقان جامد. كهربا بقى عامل حرقان السنين، محمر فعامل لهم حرقان جامد قوي. كهربا بقى حرق دم ناس كتير قوي في نادي الزمالك بسبب تركيز اعلام الزمالك وقناه نادي الزمالك على محمود عبد المنعم كهربا. تحس انها حرب شخصيه مع رئيس نادي الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا. وطبعا الكل عمال يطبل ورا رئيس نادي الزمالك. كل واحد من الاعلام الزملكاوي كان مستعد ان هو يضحي باي شيء مقابل ان كهربا يقف يشمت في كهربا، يشوف اي حاجه وحشه في كهربا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بينصف محمود عبد المنعم كهربا وبيسجل في نادي الزمالك، وبنشوف رئيس نادي الزمالك خارج نادي الزمالك. بنشوف رئيس نادي الزمالك خارج نادي الزمالك، وكهربا مكمل في بطوله افريقيا، والزمالك بيطلع حصاله كالعاده من بطوله افريقيا. اعلام الزمالك اللي دايما محسس جمهوره ان هو بيتعامل مع اطفال. هقول لك ليه، حاضر هقول لك ليه. او يخاطب اطفاله وبيوجه جمهور نادي الزمالك: اوعى تسمع كلام حد بره هتتضرب، اسمع كلام قناه نادي الزمالك، احنا بنقول صح. كهربا هيتوقف 6 شهور، وبعد ما توقف 6 شهور هتوقف تاني لحد لما يدفع كام؟ ال2 مليون دولار مره واحده يا اخويا. قناه الزمالك بتقول كده والله. وايه بقى؟ الزملكاويه بيرددوا وراه، والله تحس ان هو بيتفق كله بالحسب ويسمع الكلام. مره واحده نلاقي كهربا بيلعب وبيسجل في مرمى نادي الزمالك. كل مباراه الاهلي الافريقيه بيلعبها، في الدوري بيلعب، في الكاس بيلعب. طب امال ايه يا جدعان؟ طيب يعني هو كهربا حرقان الاهلي جامد قوي كده؟ يعني حرقان كهربا جامد قوي كده؟ اخدك على حته كمان. ما يا جدعان، ما بص يعني ايه، ما بقى في كده، في حاجات كده الواحد بيقعد يضحك عليها. والله يعني انا عامه انا كسيد اهلاوي بحب لما اضحك بروح جايب قناه الزمالك بقعد اتفرج عليها. هقول لك بس اعمل لايك بالله عليك دلوقتي. خالد الغندور امبارح كان عمال ويصرخ ويا لهوي ويا خرابي على قناه الزمالك. طب ليه يا عم خالد؟ ليه بس؟ في ايه بس؟ قال لك اصل الاهلي لما بيلعب حلو بيعمل لهم حرقان. بعد ماتش الاهلي وامي وبعد الاداء العالمي اللي ظهر بيه النادي الاهلي، وهو خالد الغندور مش عارف ينام ليه. واقول لك كمان معلومه بقى كمان، ده اللي بقى اللي عامله حرقان ومش عارف يقعد بقى قاعد على بيضه. انت فاهمني ازاي؟ ما الحمران اللي شغال والحرقان اللي شغال. النادي الاهلي الوحيد اللي ريال مدريد بينافس النادي الاهلي. طب يعني مش النادي الاهلي بينافس ريال مدريد يا سيد؟ انت بتقول ايه يا عم؟ لا، زي ما انت سمعت صح، ريال مدريد اللي بينافس النادي الاهلي. يا عم احنا نعرف يا عم سيد ان ريال مدريد رقم 1 في البطولات القاريه، والنادي الاهلي رقم 2. هو بالظبط كده زي ما انت عارف. لكن اقول لك الجديد بقى، اللي النادي الاهلي رقم 1 وصولا للنهائيات القاريه، واللي بعده مين؟ اللي بعده ريال مدريد. يا سيد ما تشتتش دماغنا، الله يرضى عنك. يعني ايه؟ يعني هفهمك بالله عليك، بس اعمل لايك دلوقتي. هقول لك يا سيدي، ريال مدريد اكتر فرقه واخده بطولات قاريه. حلو قوي كده، حلو. النادي الاهلي ريال مدريد اكتر واحد واخد، اكتر فريق في العالم واخد بطولات قاريه. النادي الاهلي الثاني. تمام. النادي الاهلي بقى اكتر فرقه في العالم، اكتر نادي في العالم وصولا للنهائيات القاريه. مين اللي بعديه؟ ريال مدريد. يعني ايه؟ طب يا سيد الكلام ده يعني الاهلي رقم 1 في العالم في وصولا للنهائيات القاريه، ايوه، ورقم 2 حصولا على البطولات القاريه، ايوه. لا، ده الاهلي في حته ثانيه بقى يا عم سيد، ده الاهلي في حته ثانيه كده. ما هو ده اللي احنا بنقوله والله العظيم. الاهلي كبير قوي في حته ثانيه فعلا والله. رقم 1 على العالم في الحصول. يعني انا قلت لك ريال مدريد رقم 1 على حصولا على ايه؟ على البطولات القاريه، والاهلي رقم 2. ريال مدريد بقى هو رقم 2، والنادي الاهلي رقم 1 وصولا لنهائيات القاريه. النادي الاهلي بينافس فرق عالميه يا جماعه، لازم تبقى واخد بالك. سيبك بقى من الزمالك والقرف دوت يعني الصراحه، لان تعبنا. هتقول قرف يا سيد، اقول لك يا عم الحاج احنا تعبنا. قطب ثاني واحنا مش لاقيين القطب الثاني. الاهلي بس لوحده
الاهلي لوحده. كابتن طارق يحيى هاخدك بقى كمان لحاجه كوميديه. كابتن طارق يحيى بيقول تصريح ضحك، وضحك قوي، ضحك قوي. وزي ما قلت لك الزمالك بيقدم الماده الخام للضحك، ما بيوزعش، بياخدها ليه كلها لوحده. كابتن طارق يحيى بيقول لك حاجه حلوه، قال لك ايه؟ ميدو قال لي، كابتن ميدو سيريو مدير الفني نادي الزمالك وعدوا ان لقب دوري ابطال افريقيا هيزين دولاب بطولات نادي الزمالك الموسم اللي جاي. وعلشان كده بقول للعيبه نادي الزمالك شد حيلكم يا رجاله شويه معاكم، افضل مدير فني في افريقيا يحقق احلامنا كلها اللي بنستناها من 22 سنه. حاضر افضل نادي في ايه حضرتك؟ في اللطم. لطم يا عم سيد انت والله هو عمل كده فعلا، لطم في الداخليه، في ماتش الداخليه. والله افضل مدير فني في اللطم. يمكن يكون في بطوله جديده الزمالك داخلها اسمها دوري ابطال اللطم الافريقي. ما هو ده يعني، ده يا راجل ده المدير الفني يعني مخلي لعيبه الزمالك ما بتعرفش تباصي كوره على الارض والله. والله ما بتعرفش تباصي. فازاي لا انا عايز ازيدك من بيت شعر. بطوله افريقيا يا حضرتك انت الرابع السنه دي. هو انت يعني انت ناسي ان الرابع ده بيخش الكونفدراليه؟ ده انت بتنافس على الرابع، يعني ممكن ما تلحقش الرابع على فكره. بس يعني انا اقول لك على معلومه صغيره، ان الاول والثاني دوري ابطال افريقيا، انت حضرتك الرابع. يعني انت مصدقه وجماهير الزمالك مصدقينه، صح كده؟ جماهير الزمالك مصدقه. يعني انت لو سالت واحد زملكاوي تقول لك ايوه فعلا، ايوه احنا هنخش دوري ابطال افريقيا واحنا الرابع. يا عم ازاي يا جدعان؟ في لوائح؟ لا اصل هم قالوا لنا كده، واحنا صغيرين ان الزملكاوي اللي بيقولوه هو الصح والباقي غلط. طب يا عم الزملكاوي بيقولوا غلط، لا احنا خلاص كبرنا وفهمنا ان الزملكاوي الصح. طب خلاص طالما انت كده خلاص. عايز اقول لك حاجه عزيزي المشاهد بقى حبيبي، انت كده اعمل لايك دلوقتي، ان دوري ابطال افريقيا العالم كلها بره دلوقتي بتبص على دوري العالم مش هنا. العالم دلوقتي بيبص على دوري ابطال افريقيا، بيقول لك مين اللي هيوصل مع النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني العادي مين اللي هيوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، مين اللي هيوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا، مين اللي هيوصل للدوري الاوروبي نهائيات. امال لا، العالم كله بيقول لك مين اللي هيوصل مع النادي الاهلي. يعني مين الفرقه اللي يعني النادي الاهلي كده خلاص كل سنه خلاص محجوزه، في طرف تاني هيلعب. مين هو بقى؟ مين هو؟ مش عارف. نخلص لحد كده؟ لا يا باشا مش هنخلص لحد كده. كمان انا عايز اقول لك كمان ان المدير الفني اللي هياخد دوري ابطال افريقيا اتعادل في اللطم، اتعادل مع الداخليه تمام كده يعني. والفرقه اللي اسمها بروكسي اللي هي يعني اللي ضحى حقها بالاحتواء هياخد دوري ابطال افريقيا بايه يعني؟ انا عايز افهم. انت بتكسب بالعافيه وبتكسب بالاحتواء وما بتعرفش تباصي، يعني لعيبتك مش لاقيين لك خطه كمدير فني. انت راجل بتلعب شيكابالا اساسي، انت عايز ايه تاني؟ ده واحد يعني معلش يعني، ده واحد على باب الله والله، واحد على باب الله. نخلص الضحك يخلص لحد كده؟ لا والله ما يخلص. ده لازم تضحكوا كمان على القناه. ما هو الزمالك بيقدم الضحك يا جماعه. وسام حسن ده ما كناش نعرفه والله، بس كل واحد بقى ايه عايز يعني ينجم فبيظهر اقول لك اسامه حسن ده قال لك ايه. اسامه حسن على قناه الزمالك مصممين يقدموا فقره كوميديه والله، كلهم لازم يضحك، لازم يبقى اسماعيل ياسين، واسماعيل ياسين بيضحك شوفوا يضحك. هم كده لازم يضحكوا الناس. اسامه حسن ده قال لك ايه يا سيدي على قناه الزمالك؟ مصممين يقدموا طبعا فقره كوميديه تمام كده، بيقول لك كلام هو نفسه مش مصدقه. قال لك ايه اسامه حسن ده بقى؟ قال لك كلام حلو قوي. قال لك في 2 لعيبه، خد بالك من الكلام ده عشان انت هتضحك والله كمان. يعني اول ما سمعت الكلام ده انا قعدت اضحك، قلت يا لهوي هو في ضحك للدرجه دي؟ في 2 لعيبه دلوقتي مستنيين قاعده مع فلان نجوم وهيجوا نادي الزمالك. والله يا خالد بحق لا اله الا الله، هو على كلامه هو على حلفانه هو. هم عارفين اللي فيه غدر، زي ما غدروا كده بعصام الحضري وغدروا مش عارف بكابتن حسام حسن وابراهيم حسن يا عم اتنين نجوم من النادي الاهلي يعني هيروح الزمالك اهو بيحلف والله بيحلف، مش بقول لك بيقدموا ضحك. طب انا هقول له حاجه، انا مصدقك على فكره، انا مصدقك قدرت ان فعلا فيه. طب هيروحوا الزمالك على اساس ايه؟ هو الزمالك بيقدم ايه دلوقتي؟ طب هم قاعدين احتياطي، حضرتك بتقول لهم قاعدين احتياطي وبوقت ما بيحتاجهم الراجل الطيب مارسيل كولر مدير الفني الكوفي بتاع النادي الاهلي فبيلعبوا. طيب هم هيروحوا الزمالك على اساس ايه؟ هو الزمالك بيقدم حاجه دلوقتي؟ ده الزمالك مديون لطوب الارض.
اه والله العظيم. ده الزمالك معلش ما بتقدمش كوره. ده انت بتقول احتياطي. انا عايز اقول لك حاجه، ان اقل واحد بيقعد احتياطي في النادي الاهلي معاه بطولات اكتر من نادي الزمالك في سنين. كفايه ان كل سنه بطوله بتاع الدوري، كفايه ان كاس مصر، كفايه ان السوبر، كفايه ان افريقيا، كفايه ان السوبر الافريقي. ده اهو قاعد احتياطي. ده ما شاء الله القندوسي اول ما جه كان واخد بطوله. مروان عطيه اول ما جه كان واخد بطوله. هتقول احتياطي؟ احتياطي ايه يا عم؟ ده اقل واحد واخد 2 برونزيه. اللي للزمالك هيموت وياخد برونزيه. يا ريت يا جدعان اللي بيقول حاجه، يا ريت يعني يقول حاجه تتفهم وتتعقل. وهقول لك حاجه، جمهور الزمالك بيصدق عشان هو عايز كده. تيجي تقول له وتوعيه، لا ازاي احنا اتعلمنا للزملكاويه بيقولوا صح. يا ابني ده غلط يا حبيبي. لا 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 مفيش كده. احنا اتعلمنا كده من صغرنا وهنفضل على كده وعاجبنا كده. وعاجبنا كده. طيب يا عم الحاج، ادي الكابتن مين؟ الكابتن اسامه محمود افندي. ده اسامه حسن. بس انا عايز اقول لك حاجه، اقل واحد بيلعب في النادي الاهلي، مفيش حد قليل. اقل واحد لعبا في النادي الاهلي لعب قدام ريال مدريد. والزمالك كان بيلعب هنا مش عارف مين ولا مين. كان بيلعب بايرن ميونخ الاهلي. والزمالك كان مش عارف بيلعب هنا ومين ولا مين. في فرق. في فرق. يا ريت اللي بيقول حاجه يقولها مظبوطه. كابتن خالد الغندور، احنا راجل خالد حماده افندي. ده خالد الغندور بيقول ضحك جامد قوي. بيقول لك ايه خالد الغندور؟ بيقول الناس اللي كانت بتتريق على كابتن جمال عبد الحميد وبيقول ان الزمالك خد كاس الكرامه، اعتقد ان الحمد لله انه ببقى سعيد ان لما اجي ادافع عن قضيه بدافع عن حق وبدافع عن عدل. الايام كل ما بتمشي بتثبت ان ان اللي بقوله صح، والايام هي اللي بتغير، والايام هي اللي بتبين مين على حق ومين على باطل، واللي بيعمل الحاجه ومين اللي بيرجع فيها. الفتره الاخيره الكهرباء جايه والقضيه جايه، والمستشار عادل الشرباجي هيجتمع وهيحول العقوبه. وكل كلمه الواحد قالها هنا بتظهر الحق. بنتكلم بالمنطق. احنا مش حنفي مين؟ قصدك عشان كابتن محمود الخطيب قال لك هنسحب في السوبر وما انسحبش؟ هو كابتن محمود الخطيب مش قال لك هنسحب لو كهربا خد عقوبه؟ هو كهربا خد عقوبه؟ هو مين اللي حنفي؟ كابتن محمود الخطيب قال لك ان ليها شروط. الشروط دي لو ما اتعملتش انا هنسحب. الشروط اتعملت. اصل بص كابتن محمود الخطيب طلباته اوامر. السنه اللي فاتت كان في حكم ما كده بتاع احتواء برضه كان ظلم النادي الاهلي قال لك انا مش هلعب وهكمل الدوري غير لما الحكم ده ياخد ايقاف وياخد عقوبه. وفعلا فين فين حنفي ومين اللي بيرجع في كلمته؟ عشان يعني القضيه ما خلاص. انا لعبت السوبر غصب عنك وكهربا لعب السوبر غصب عنك وانت اللي انسحبت. انا كان ليا شروط واتحققت الشروط. انت حضرتك حطيت راسك براسي وقلت هنسحب، قالوا لك مع السلامه اتكل على الله، انت مالكش لازمه اصلا ومش شايفينك. مين اللي حنفي؟ حالات خلصت. عجبوا الفيديو بالعكس تبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.